يا حبيبتي ازيك وازاي حبيبك بقى، يا ترى بيحبك زي ما حبيتك انا، بشوفك جنبه بموت وغلاوة ربنا وغلاوة ربنا لا تبعد عننا مشاكل. تحياتي جدا ليك يا مشاكل. معانا النهارده كمية فيديوهات رهيبة وجميلة ومبدعة من مشاكل حبيبنا كلنا. مش بس كده، ده بيورينا موهبته في الغنى. فتعالوا مع بعضينا نبدأ حلقة النهارده. والآن مع المفاجأة. مساء الفل عليكم يا ابطال يوتيوب، ورب دايما انتم بخير. عزيزي المشاهد، لو انت لسه جديد واول مره تشوف العبد لله، انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب في القناه، اشترك في القناه عشان نوصل 100,000 اخ واخت في اسرع وقت. ما تنساش تبعد عن الانستجرام، اللينك موجود في صندوق الوصف الديسكربشن وفي اول كومنت. وعشان ما اطولش عليك، تعالى بقى نتفرج على كميه الابداعات والمواهب اللي بقت موجوده على التيك توك. نبدا حلقتنا. قلبي بيقول لي خلاص ما بقتش تخصنا. ايه رايك؟ الصوت عجبني؟ ايه رايك انت يا استاذ مصطفى؟ هي الحلقه فاضل لها قد ايه؟ ما بهزرش والله، الحلقه فاضل لها قد ايه؟ يا عم عيب عليك تسال سؤال زي ده. الحلقه هتخلص ايه؟ احنا لسه بنبدا الحلقه، احنا لسه بنسخن. عيب السؤال ده يا استاذ محمد. بقول لكم مشاكل عامل طفره على السوشيال ميديا وعلى التيك توك بالذات. نشوف الفيديو ده. هو ده الملبن اللي بيقولوا عليه يا اخوانا؟ هو ده الملبن اللي بيتباع في الصيدليات ولا في السوبر ماركتات؟ عايزين نفهم. من ناحيه حبيناهم فاحنا حبيناكم يا اخوانا. دي بقى الملبن لما تتخانق معاه وتروح تجيب صحابها الملبن، هو ده معنى الملبن الاصلي. ولكن مش ده الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده عن مشاكل والمشكله اللي بيقابلها. مشاكل راح يغني عشان ياخد كارنيه النقابه، واخد بالك؟ هياخد كارنيه النقابه. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. دلوقتي يا جماعه احنا واقعين بقالنا 3 ساعات عند الاستاذ هاني شاكر كوه، استاذ مصطفى كامل كوه مش راضي يطلع لنا. يا عم انت مش عارف اللي ماسك النقابه مين؟ الاستاذ هاني شاكر ولا الاستاذ مصطفى كامل؟ حدد بالظبط، ما احنا مش عايزين نتوه. وقعت من الصبح يا اخواتي، ودلوقتي انا كده هاخد كلام نقابه مش راضي يطلع. يا عم بالراحه بس عشان ما تتوهش منك. مين اللي مش راضي يطلع؟ الاستاذ مصطفى كامل ولا كارنيه النقابه؟ عايزين نعرف مين في الاثنين اللي مش عايزين يطلعوه لك. دلوقتي احنا نعمل ايه؟ خلي بالكم انا ما خدتش الكنانه سايسه حمو بيكا. لا كده مشاكل. انت هتعمل مشاكل، مالكش دعوه بحمو بيكا. طب حمو بيكا وطلع قال انا مؤدي، يعني الراجل بيأدي. انت بقى بتعمل ايه؟ مطرب ولا مؤدي؟ حمو بيكا مش احسن مني عشان ياخد الكنيه وانا بسمع الكل. دلوقتي انا كده هاخد الكنيه ان شاء الله وهاخده وهاخده. حمو بيكا مؤدي وانا هاخده كمطرب ان شاء الله يا اخواتي، وهاخده النهارده. خلاص احنا كده عرفنا. انت كده هتاخده كمطرب وحمو بيكا كمؤدي. والله وانا لو عليا انا نفسي اديهولك. والله يا مشاكل نفسي اديهولك. متشكرين من الاستاذ مصطفى كامل، وان شاء الله انا هاخده وهنشر الاغاني بتاعتي وهنزل حفلات وهعمل اي حاجه. انتصروني بقى ان شاء الله في الكنيه عشان ان شاء الله اللي كان بتاع مشاكل. ليه كده مشاكل؟ ليه مشاكل يا حبيبي؟ يعني انت مشاكل واللي جاي كمان بتاع مشاكل. كتير كده مشاكل يعني. بس انا بصراحه منتظر اشوفك وانت بتغني. حتى الحكايه دي ايه ده يا مشاكل؟ ثانيه واحده بس، انا مش فاهم اي حاجه. بس انت لحقت تاخد كارنيه النقابه وتغني يا مشاكل؟ يعني انت لحقت؟ طب هل انت خدته ولا ما خدتوش؟ الاستاذ هاني شاكر الاستاذ مصطفى كامل اداهولك ولا ما اداهولكش كارنيه النقابه؟ ايه الدنيا؟ عايزين نفهم. وانت طالع تعمل ايه؟ نكمل الاغنيه.
هو اللي خدك سجل لك الاغنيه، يعني ضحك عليك وقال لك ايه المقابل قدام تسجيل الاغنيه، واللي كتب لك الكلمات سالتي مالتي والحنيه ملاتي. يعني سالتي مالتي ممكن نفهمها اللي هي السالت المالت، الحنيه ملاتك بقى، مراتك هتبقى سالت مالت ولا سالتي مالتي ولا تحت فوق ولا فوق ايه مشاكل؟ مشاكل مش كده مشاكل، خربت الترند ده مشاكل. يا عبوسي زبالة، شوية زبالة. اما بالظبط كده اهو، ثم نفسي اطلع مشاكل، شوف لك محتوى وقدمه على التيك توك. يعني ورينا بطنك، ورينا سرتك، ورينا قرتك، اي حاجه هتتشهر بيها مشاكل. مش لازم تخنى مشاكل، ما هو الخونه معاك مش هيجيب نتيجه مشاكل. افهم كده واستوعب الكلام مشاكل. يعني حنتي سنتي مانتي سالتي مال، فاهم انت ولا سيراميكا خالص؟ السلام عليكم. اطالب برحام سعيد عشان في كلام مهم قوي. اسمها برهام سعيد، اطالب برهام سعيد، اسمها ريهام سعيد، استاذه ريهام سعيد مش برهام سعيد. ايه برهام؟ مش برهم، هي مش برهم هتديله صبح وليل عشان دراعاتك تخف. مشاكل قول الكلام صح. مشاكل انت هتبقى مطرب قد الدنيا يعني وهتغني اغاني كبيره. مشاكل كمل مشاكل. انا مش هتكلم تاني الا مع رحام سعيد وخلاص، بس عشان لو طلعت اتكلم ناس كتير قوي هتزعل من كلامي، فانا طالب برحام سعيد. احنا مش عايزين نزعل منك كمساكن، احنا مش عايزين نزعل منك خالص يا صاحبي. لا احنا عايزين برضك نطالب برهام سعيد عشان نشوف برهام سعيد هتعمل ايه معاك. ولو برهام سعيد ما رضتش تجيبك عندها ممكن تشوف برضوى الشربيني، بمنى الشاذلي. يعني طور مشاكل، طور كتير، وشوف اي دولة عربية مساكل تسفرك وتشوف لك التأثيرة. يعني اي حاجة. يعني يا جدعان ريحونا من الترند ده. السلام عليكم يا اخواتي. طالع اقول كلمتين. مصطفى كامل مدير المحنة. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا اصيل لبخه في الكلام، اصيل لبخه. مصطفى كامل مدير المحنة الموسيقية. ايه ده معلش يا اخوانا، هو الاستاذ مصطفى كامل بقى مدير المحنه الموسيقيه؟ المحنه هم عملوا نقابه للمحن ولا مش فاهم؟ والله ما فاهم. يعني بالراحه مشاكل، عايزين نفهم. استاذ مصطفى كامل مدير المحنه الموسيقيه ولا مدير ايه بالظبط؟ دلوقتي انا طالع اقول كلمتين. ساره الركوله اللي بقول عليها ركوله واختي عملت معايا ايه؟ بقول لها العنوان فين، ابعتي لي اللوكيشن ولا الابلكيشن. ايه ده بس عشان نفهمك. انت عايز اللوكيشن عشان توصل ولا الابلكيشن عشان تحمل اغاني؟ يعني بالراحه عشان احنا كده بدانا نتوه منك. راحت كتبت لي من على كوكل ودتني فين؟ مدينة نصر فوق كنتاكي. فوق كنتاكي؟ يعني انت رحت فوق كنتاكي؟ الراجل لو سمعك يزعل منك. يعني لما يبقى واحد زيك فوق كنتاكي منظره ايه قدامنا؟ اول العباس. رحت هناك اسال وامشي رايح جاي قالوا لي مش هنا، واتاري بيقول كمان فوق كنتاكي. ايه بقى في ايه يا اخواتي انتوا؟ يعني ماشييني كده. ودفعت في الاوبر 250. انا بطالب ب 250 من اتاري ومن ساره طروري. هي ساره طروري ولا ساره طريه؟ نفهم يعني مين ساره طروري؟ انا بسمع اسامي غريبه منك يا مشاكل بصراحه. بعدين بتطالب ب 250 جنيه بتوع اوبر، مننا ولا من ساره طروري ولا من سواق الاوبر؟ ما عايزين نفهم. ولا من فوق كنتاكي؟ طب انا عندي يعني بدل ما اطالب بال 250 جنيه مننا وزعلان قوي على 250 جنيه ما كنت رحت بالتوك توك. يعني توك تريت نفسي اجيب له موتور كده. فاهم انت مشاكل؟ والله انت بتفكرني بايظن والله العظيم. عارف الواد اللي كان معاهم بيقول له اللي كان بيطلع من الدولاب؟ يعني حوار غريب كده وترندات غريبه بنشوفها على السوشيال ميديا. ويعني وبكده كنا وصلنا الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت وتعمل شير للفيديو. وما تنساش تابعنا على الانستجرام، اللينك موجود في صندوق الوصف الديسكربشن وفي اول كومنت. وما تنساش عزيزي المشاهد تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب عشان نوصل 100,000 اخ واخت في اسرع وقت. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك يا احسن ناس في الدنيا.